غدينا اليوم معكرونة بالهاليوم والكريمة كتير طيبة وسهلة وبسيطة غير شكل. وعملت مقدار غدا للعيلة، بس غدا يعني علبة من المعكرونة. شوفوا الفيديو. عندي كمية من الهاليون أو علبة من الهاليون الأخضر، أنا اللي عندي بلدي من لبنان جبتهم، كانوا متلجين، قطعتهم بهيدا الشكل قطعة كبيرة منخلين مش صغيرة. علبة كاملة بندورة، علبة من بندورة تشيري كمان منستعمل، تشيري الصغيرة أطيب بنكهتها طيبة، منقطعن بس بالنص، استعمل العلبة كلها. برجع عنا بصلة كبيرة منفرمها فرم ناعم بهيدا الشكل. منبلش بالطبخة، زيت زيتون وزبدة، منضيف البصل ومنقليه ليحمر على نار وسط بهيدا اللون ليتكرمل. منضيف الهليون بيتقلى شي بسيط أنجأ دقيقة، وبضيف عليهم حصين من الثوم مدقوقين بحركهم ببعض، ومنضيف مرق المكعب الماجي كمان بنحركهم حركة خفيفة. المعكرونة أكيد بدها ملح وزيت عشان ما تلزق معنا، ومنضيف أي نوع معكرونة انتو بتحبوه. استعملت هيدي النوعية. وبهالوقت رجعنا ضفنا البندورة على الهليون والكريمة، علبة من الكريمة 250 ملي، نحركهم شي دقيقة. برجع بضيف عليهم البهار الأسود، كمية منيحة من البهار الأسود بيلبقلا. باخد شوي أو كفكيرين بالضبط من مرق المعكرون هالقد، لأنه جمدت كتير الكريمة. بنرخيها بمرق المعكرونة، بنتركها تغلي، بنضيف عليها بعدين المعكرونة الجاهزة وبقلبهم ببعضهم قلبة واحدة وبطفي تحتهم. بس على الوجه بنضيف رشة بقدونس قبل التقديم، ومنصبها بالصحن. كتير 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 طيبة. رح ارجع عيدها ان شاء الله قريبا بفيديو تاني جديد. قد ما حبيناها، اكلنا الطنجرة كلها ما شاء الله، عملت العلبة كلها وطارت. منرش على وجهها جبنة بارميزان بتعطيها نكهة غنية بيلبقلها، وبتاكلوها بس هيك كتير طيبة. إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لي لايك ومتابعة للصفحة وحركة الإكسبلور وإعادة نشر لو سمحتوا. وكمان ضيفوني بقناتي على اليوتيوب والإنستغرام. شوفكن إن شاء الله قريبا في فيديو جديد ينال إعجابكم.